إذا كنت ترغب في تقليل حصوات الكلى، استخدم كميات قليلة من الأرز في المنزل. انقع 7 حبات من اللوز و7 حبات من الزبيب في الماء طوال الليل، وغطي القدر، وفي الصباح تناوله إن شاء الله في غضون 2 إلى 3 أشهر. الضعف العقلي والشيب والشعر الأبيض المبكر سوف يتم التخلص منه نهائيا. كثرة الاستيقاظ من النوم بالليل مرض ثري يهدد الحياة جدا. بتناول نبات الباذنجان يبقى قلب الإنسان قوي جدا. استخدام البصل النيء في المساء يسبب الحمى. شرب الماء في نفس واحد يسبب قرحة في المعدة. عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة في الليل عند النوم يتم القضاء على مرض السكري. يؤدي تناول اللحوم في الليل إلى المزيد من أحلام الكوابيس. إذا مضغت الخبز وأكلته فلن تنبعث رائحة الغازات من معدتك. الناس أصحاب الكلى الضعيفة يخافون من الظلام. لا يمرض الأشخاص الذين يستخدمون الخزف في المنزل. يعاني الأشخاص الذين ينامون وأفواههم مفتوحة من التوتر العقلي. لا تشرب الحليب مع الأمردود فإنه يزعج المعدة وغير مريح. تناول الزبادي يوميا فإنه يجدد الدم ويولد دم جديد. شرب شاي الجنزبيل يذيب الدهون الزائدة في الجسم. يؤدي استهلاك كثير من السمن إلى انتفاخ الجسم وامتلاء المعدة. استهلاك اللبن الرايب يوميا يؤدي إلى بياض الأسنان. صنع الطحين بزيت الخردل وتناوله يخفف من آلام المفاصل. إذا كانت هناك مشكلة ضغط ذهني عليك بسلق البطاطس وتناولها. الذين يضعون الزيت على أقدامهم يكونون أقل مرضا. من خلال تناول الصبار الخام لا يفتقر الجسم أبدا إلى القوة. المنزل الذي يوجد به دجاجة سوداء هو في مأمن من الشر. إذا كنت تريد التخلص من حرارة المعدة اشرب ماء الشمر فإنه فعال للغاية. إذا أكلت المرأة الحامل الكثير من الخيار سينمو شعر الطفل بشكل مستقيم. عادة النوم في أوقات متأخرة من النوم يقضي على جمال الأسنان. دمتم في أفضل صحة، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.